السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. وبجد بشكركم لكل اخواتي اللي دخلوا واشتركوا في قناتي. ربنا يسعدكم يا رب كده زي ما بتسعدوني اللي بلاقي من قناتي زادت مشترك جديد. ولو اول مرة طبعا تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وطبعا اهم حاجة ما تنسوش تتفرجوا وتحطوا اللايك الجميلة بتاعتكم القمر دي. نخش بقى كده على الفيديو الجميل بتاع محمد حوارات وآلاء. طبعا خلاص كده هما اشتروا الفيلا في الامارات. في الامارات خلاص كانوا قبل في الفيديو اللي قبل كانوا بيخيروا الجمهور يعني يختار انه واحدة. وفعلا هم اختاروا رقم 3 زي ما كان المتابعين قالوا لهم. فهم خلاص كتبوا العقد بتاع الفيلا الحمد لله. وطبعا كانوا بيعملوا جولة كده بيورونا الفيلا بعد ما كتبوا العقد فيها. فمن الواضح كده يا جماعة ان محمد قاعد برضو في الامارات. قاعد بقى كده ايه شوية حلوين او هيعمل زي حمدي. يعني احنا حاسين ان محمد ماشي على نهج حمدي بالظبط. يعني بكرة وبعده هو هيقعد له شوية حلوين كده برضو في دبي. وبعد كده مش بعيد يكون برضو مقرر ان هو يروح تركيا عند حمدي ووفاء. لان طبعا هو خلاص كده هو حمدي استقر في تركيا. وعمل بيزنس هناك واشترى فيلل واشترى شقق. وعياله خلاص كنا هناك في الدراسة وفي التعليم. فهم عاجبهم الوضع هناك حتى لما نزلوا الصيف اللي فات مصر. كانوا زيارة ورجعوا تاني تركيا عشان حياتهم ومدارسهم وشغلهم وعيشتهم هناك. فاحنا حاسين كده ان محمد هيفاجئنا وهيعمل زي حمدي زي ما حمدي برضو بالظبط كده هو اتمشى من مصر وكان عامل بيقول رحلة. بس بعد كده لقيناها بقى ايه بقت رحلة طويلة. فمحمد شكله برضو نفس الحكاية. هيقعد برضو كده شوية لان هو اشترى ما شاء الله اللهم بارك اشترى فيلا. ما اجرش مثلا فيلا ما اجرش شقة. لا وبعدين كمان عايزين يعملوا فيها ديكورات وحاجات حديثة بقى. يعني هي بتقول انا بحب الورد تزرع لي ورد في المكان ده كله. فاهمين يعني هي عايزاه بتقول له اعمل لي ورد واعمل لي هنا خضره وحط هنا نجيله. ومحمد ده بيقول لها انا بفكر اعمل في الحته ديت كده حمام سباحه. عايز يعمل كده حمام سباحه بيقول لها عشان خاطر في الصيف ننزله فيه وبيبقى الجو حر. يعني معنى كده اللي هم قاعدين كمان لغايه الصيف. اخدين بالكم من الكلام يعني هو محمد كده ايه بيسرسب لنا المعلومة بس واحدة واحدة. فاهمين هو طبعا ذكي وعارف هو بيعمل ايه بس هما ما بيقولوش على اللي هما بيعملوه كده مرة واحدة لا. هما بيجيبوها للجمهور كده عشان طبعا تبقى محتوى وما يحرقوش اللي هما هيعملوه. ما هو ممكن يطلع فيديو واحد بيقول يا جماعة احنا هنعمل واحد اتنين تلاتة. بس طبعا فين السسبنس فين المفاجأة فين عنصر المفاجأة في الموضوع. طبعا مش هينفع وفين المحتوى فهو لازم كمان كل شوية يعمل لنا فيديو بحاجة جديدة في حياته هو هيعملها. فاهمين. فشكلهم كده فعلا قاعدين لغاية بقى الصيف ومستقرين هناك في دبي. حتة يعني حبة كبار بقى او يعني ايه كده يعني الاستقرار بقى شكلها كده والعيشة ممكن هتبقى في الامارات. علشان خاطر طبعا مستحيل واحد ياخد هناك شقة او فيلا ويأجرها ويعمل فيها حمام بسين. حمام بسين بقول لكم. بسين او حمام سباحة. لا طبعا يعني ده تكسير بقى وفحت وما اعرفش ايه وهيجيب ناس وعمال تشتغل والكلام ده فازاي مش هيعمل هيكسر ويفحت في حاجة مش بتاعته مش ملكه. فهي طبعا الفيلا يا جماعة تمليك. محمد اخد الفيلا تمليك هناك. آم، واكيد الفيديو الجاي طبعا هيفرجنا على الفيلا بعد العفش او هينزلوا ينقوا العفش اللي هم هيفرشوا بيه الفيلا. او ممكن لو هياخد العفش بتاعه اللي في مصر ممكن يتشحن. هو طبعا ما شاء الله العفش اللي هو جايبه هنا جديد وحلو فممكن يتشحن. يعني يخلي مثلا اخوه محمود او حسن يجيبوا شركة اللي هي الشحن ديت وبتغلف العفش حلوة قوي قوي كان حمدي جايبها. اللي هي نقلت له العفش برضه من دبي
لتركيا. فهو ممكن برضو نفس الحكاية، يجيب شركة تغليف كده هوت ونقل العفش من مصر، تنقله الحاجة لغاية الامارات، ويبقى العفش بتاعهم برضو هو. فاحنا مش عارفين بقى، ولا هيسيب الفيلا بتاعته اللي في مصر زي ما هي. يعني في احداث كده هوت لسه ايه، مع الوقت هنعرفوها. هما طبعا مش بيقولوا كل حاجة مرة واحدة، بتبقى ايه في سسبنس كده هوت، عشان المتابع طبعا يبقى متابعهم وعارف اخبارهم، ويتفرج على الفيديوهات بتاعتهم. وطبعا هم هنا كانوا عندهم زي ما قلت لكم سلسلة اعلانات في الامارات بيعملوها. دوت واحد من اشهر المطاعم هناك في الامارات، كان محمد وآلاء بيعملوا له اعلان كده وريفيو جميل قوي قوي، والمطعم شكله شيك جدا. عايزه اقول لكم لا فعلا المكان خطير يا جماعه، شكله حلو قوي قوي قوي، الديكوريشن بتاعه ومنظر الاكل. يعني محمد وآلاء اخدوا حبه صور كده جمال جمال حلوين قوي. دوت برضو من ضمن الديكور اللي موجود في قلب المطعم. وطبعا يا جماعة ما تنسوش بالله عليكم تدعوا لآلاء بالشفاء العاجل يا رب ان شاء الله، لان هي بتقول، فيا جماعة آلاء بتقول ان هي عملت رسم عصب تاني، وطلعت النتيجة 70%. فهي حتى بتقول واضح اللي عليها يعني شكلها برضو زعلان يا جماعة. فاهمين؟ يعني تحسوا اللي هي ما خفتش بالنتيجة اللي هي كانت حتى متقبلاها، يعني اللي هي كانت متوقعة ان هي هتخفها. لسه يعني لسه بجد شوية، فادعوا لها. حتى هي قعدت تعمل حركات كده بعينيها وبحواجبها، بتقول لنا يعني يا جماعة لا لسه برضو عينيها انتوا شايفينها كده اللي هي قفلت، بس ما رجعتش برضو لطبيعتها. يعني في حركات كده بتعملها ببقها او بعينيها او بحواجبها مش الطبيعي. يعني بتقولك وشها ما رجعش زي الاول. يعني هي حتى كانت منزله على الانستا كده بتقول لما ببص للصور بتاعتي القديمه ببقى زعلانه قوي. هي كانت حتى منزله قبل كده بتقول يعني لما بتبص لصورها القديمه بتزعل. يعني هي حتى بتقول انا كنت لسه معيطه من شويه، عارفين يا جماعه، زعلانه كده وحزنانه على نفسها. فاهمين ان هي مش بطبيعتها، مش وشها زي الاول. فاحنا بندعو لها والله ربنا يشفيها يا رب، وترجع زي الاول كده، وتفرح بنفسها وبتفرح ببنوتتها، وتعيش حياتها كده هوت. يعني حتى الدكتور بيقول لها انت ممكن بعد كده تعملي فيلر وبوتوكس عشان خاطر يعني ممكن ايه يظبط معاها. ممكن على فكرة الفيلر لو في مثلا اعوجاج شوية مثلا في البق او في الشفايف، ممكن لو عملت فيلر او حاجة يظبط لها الحاجات دي. طبعا الدكتور ادرى وعارف الحاجات اللي هي ايه ممكن تتعمل بعد العلاج. يعني ممكن بعد ما علاج آلاء تخلص العلاج بتاعها خالص تعمل فيلر او بوتوكس زي ما الدكتور قال لها، هيظبط برضو معاها، وتقدر في الحاله ديت تقلع الماسك. لان هي حاليا بتقول يا جماعه انا مش قادره اقلع الماسك او اطلع بالشكل اللي انا عايزاه. يعني هي برضو عايزه تطلع لنا كده بشكل من حقها، يعني من حقها يا جماعه ان هي تطلع في احسن صوره. فاحنا بندعو لك يا لولو يا قمر، ربنا يتم شفاكي على خير يا رب ان شاء الله عن قريب، وتبقي زي الفل واحسن. والولد اللي طلع معاهم في الصورة دوت شكله ابن العيلة اللي هم اتعرفوا عليها هناك في الامارات، اللي هو كان من فانز محمد وآلاء، كان بيحبهم قوي قوي، وشكلهم اخدينه معاهم بقى كده في الخروجة الحلوة ديت كده. ومن الواضح كده ان في برضو حد مع محمد ده بيساعده في التصوير زي ما انتم شايفين. يعني كان هو بيعمل كده الريفيو، وكان في حد بيصورهم كده وبياخد لهم الصور ويصورهم الفيديو الجميل دوت. وبجد المكان شكله شيك 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 قوي جدا، وشكله تحفة. طبعا ديت من ضمن الاعلانات اللي محمد بيعملها هناك في الامارات. واحنا طبعا مستنيين نشوفه ايه الجديد اللي بعد كده محمد هيعمله. طبعا احنا قاعدين مستنيين ومتشوقين بقى طبعا لما يفرشوا بقى الفيلا بتاعتهم، ونشوفوا بقى الاحداث الجديدة اللي هتحصل في حياتهم هم. يعني تحس ان عيلة حوارات كلها كده حياتها اتغيرت، كل واحد عزل فيهم في حتة، وكل واحد راح فيهم في حتة. فمش بعيد بكرة وبعده برضه اما نلاقوا حسن خلص الجيش ممكن برضو يسافر عند محمد، فمش عارفين. وممكن محمد برضو هو بعد كده ايه اللي يسافر تركيا
عند حمدي ووفاء. بدليل يا جماعه لان كان في كل سفر ليهم بيحضروا شنطهم وبيورينا وهم في المطار والشنط اللي معاهم ايه كده. المره دي ديت لا، محمد ما صورناه، ما صورش وهو في المطار ولا ورانا حتى الشنط اللي معاه ايه. فورينا على طول ان هو وصل الامارات او وصل دبي كده على طول. بدليل هو كان اكيد كان معاهم هدومهم كلها يعني اكيد، طالما هيقعدوا بقى شتاء وصيف، يعني هم مسافرين يعتبر في اواخر كده هوت الصيف في دخلة الشتاء، يعني اكيد اخدين الهدوم الشتوي. وبيقول هيعمل بسين عشان خاطر الصيف، يبقى كده هيقعدوا لغاية ما الصيف ان شاء الله اللي جاي يجي عليهم على خير. هنشوف بقى الصندوق بتاع محمد حوارات فيه ايه. احنا معاكم مستنيينكم، وان شاء الله كده ربنا يختار لكم الاصلح واللي فيه الخير ان شاء الله. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا تدعموا اختكم باحلى لايك وباحلى اشتراك من احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. وبشكركم بجد من قلبي لكل المتابعين اللي بيتابعوني بيتفرجوا على قناتي. ولو اول مرة طبعا تشوفوني ما تنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وفي ناس يا جماعة بتتفرج ومن تنسى تحط اللايك، بتنسوا تحطوا اللايك ليه بقى؟ انتوا كده هوت هتزعلوني منكم. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد، مع السلامة.